السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. هنتعرف في هذا اللقاء على موعد مباراة الأهلي القادمة والاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري والقناة الناقلة. أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة زد اف سي في الجولة السابقة لمسابقة الدوري المصري، ليبدأ الجهاز الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري. وقد حقق فريق الأهلي فوزا مهما على فريق زد اف سي بهدف نظيف في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري. بهذا الفوز تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويعكف الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة زد اف سي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري. ويأمل كولر في مواصلة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلي افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا ب5 أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية، بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر في الحفاظ على لقبه المفضل، مستغلا الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس انتركونتيننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادي. وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي، وذلك للمرة 44 في تاريخه. على الجانب الآخر قرر الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو خوض مباراة ودية أمام سموحة استعدادا لمواجهة الأهلي، وقد فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري. بهذه النتيجة يتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة من مباراتين برصيد 6 نقاط، بينما بقي رصيد حرس الحدود بدون نقاط في قاع الدوري بعد هزيمتين. ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد أن لعب لقاءين، فاز في لقاءين، لم يتعادل في أي لقاء، ولم يخسر في أي لقاء، وأحرز لاعبوه 6 أهداف وسكنت شباكه هدفين. بينما يدخل نادي الاتحاد السكندري المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعد أن لعب لقاءين، فاز في لقاءين، لم يتعادل في أي لقاء، ولم يخسر في أي لقاء، وسجل لاعبوه هدفين، ولم تستقبل شباكه أي أهداف. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي الاتحاد السكندري في المباراة المقرر لها الجمعة القادمة الموافق 22 نوفمبر على استاد السلام في الجولة الثالثة بالدوري المصري. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وسوريا والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين، والساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والصومال والبحرين وقطر، والساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 6 مساء بتوقيت موريتانيا. وتنقل قناة ون تايم سبورت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.